هو حزب الله فين صحيح؟ حزب الله مشلول، بدأ يفقد رجاله بعدات كبيرة بدون حرب. يا ياخد بالطار يا بعد كده ما حدش يسمع صوت اي حد. قال لك والله في توقيتات واحنا في قلب المعركه. هو الوقت المناسب ده امتى؟ إذا كان من الموت بدا فمن العار أن تموت جبانا. انت النهارده بتاخد كل يوم على دماغك. المقاومه زهقنا كلام. متى يكون الوعد الحق؟ حزب الله غير قادر على إجراء رد على إسرائيل. حزب الله لازم يرد يا جماعه، ما ينفعش يفضل كده. الناس كلها مستنيه بقى ماذا سيقول. هيعمل ايه المقاومه بقى؟ ما تضرب زيه، ما تضرب هتضرب يا جماعه. وانت خايف عايز تضرب اضرب. هو حزب الله ده يقدر يضرب ولا بق؟ كله تحت شعار الممانعة وحرب الإسناد، كله طلع في شنك. وبالنتيجة ما في شيء على الأرض. مفيش حرب يعني، مفيش مواجهه يعني، مفيش طار يعني. والتخلص من اسرائيل واسرائيل فين يا عم؟ انا بهاتي عشان ياخدوا بطار ولادهم والله. اضرب. حزب الله قرر أن يغامر مرة ثانية. إيه اللي حصل النهاردة؟ أن لبنان مهددة بحرب شاملة. طيب انت قررت تاخد قرار حرب، مين بيدفع الثمن النهارده؟ انت بتعمل حرب عبثيه عدميه وبتعمل حاله انتحاريه. هل هو الوقت الملائم من حزب الله الى استفزاز اسرائيل؟ بياخد قرار حرب بيضيع بيه بلاد. حزب الله بيقول استهدفنا جيش الاحتلال الاسرائيلي، راح ضارب بقى صاروخين. اعتقد ده يعني برضه نوع من الاداء المسرحي. يا ابني المرة الباردة. هذا الكيان اللي هو حزب الله، هل ولاؤه الأول للبنان؟ ما أعتقدش. حزب الله ما بيحاربش إسرائيل. هل هذا الكيان يدافع عن الأراضي اللبنانية؟ لا. كل الهوس كم نؤذي اسرائيل. ماشي، برافو عليك، هايل، سقفوا له يا جماعه. يا كلب يا خسيس، يا عدو الإسلام، يا جبان. يعني مش شطارة إن أنت كل شوية تروح تضرب الأسد أو تعمله في شك الدبوس فيجي الأسد يقطعك 100 حتة. مش شطارة إن أنا كل شوية اطلع بيان باننا عملنا رد عنيف. النهارده كل اللي مات من الجانب الاسرائيلي عسكري بحريه واحد. طب انت كحزب الله بتقاوم، اخذت راي الشعب اللبناني، هل اخذ راي الشعب اللبناني؟ ماشي يا شكرا، اتفضل. 5 صاحبي. عايز أقول لك على حاجة، في مصر ما فيش مجال لديكتاتور خلاص. انا بجيب على كذب بقى بوشك، ده كذاب كذب الابل.